ميسيو عنده أساس معدني متين ومقاوم للصدأ والخضوع. السلام عليكم. حضري الغدا يا شيرين، انا واقع من الجوع. من عينيا يا حبيبي. مسافة ما تغير هدومك سيب موبايلك اشحنهولك. بص الشاحن هنا اهو جنب البيت. صبرك عليا يا عادل، اما وريتك لما اخد بقى من تليفونك الشات وابعته لامي وامك. اهلا وسهلا يا عادل باشا. في إيه يا شيرين؟ وايه طريقة الكلام دي؟ اتجننتي ولا ايه؟ هو انت لسه شفت جنان؟ انا هوريك الجنان الاصلي يا خاين يا بتاع نانا. نانا ايه يا ست انتي؟ وبعدين وطي صوتك، الجيران يقولوا عليا ايه؟ هو ده اللي فارق معاك؟ شكلك قدام الجيران طبعا، لكن تعرف واحدة وتبعزق فلوسك عليها ومعيش مراتك وعيالك في الغلب ده عادي كده؟ وسعي كده من قدامي، انا نازل وسايب لك البيت. لا يا حبيبي والنبي ما انت نازل ولا متحرك من البيت. ما خلاص الدليل بقى معايا، الشات اللي ما بينك وبين السنيورة بتاعتك، وكمان بعته لأمي وجايلنا في الطريق. خد موبايلك رد على مامتك زمانها عرفت. الو، بتزعقي ليه؟ بالراحة، مش فاهم حاجة من كلامك. الكلام ده بجد؟ انت بتخون مراتك؟ حماتك كلمتني ومستحلفالك. انا جايلك يا مفتوح. كلام ايه بس اللي بيني وبين واحدة تانية؟ ما حصلش. لا مش عليا الكلام ده انا امك وعارفاه. وكمان حماتك بعتتلي صورة الشات بينكم دليل على عملتك السودة. لما هي شيرين مش مالية عينك اتجوزتها ليه؟ يا ما قلتلك بلاش البنت المسلوعة دي، شكلها جعانة واهلها ما صدقوا يجوزوها لك. سيبك جدك القديم لا جهزوا معانا ولا حتى جابوا شقق الجهاز منهم. كان باين انهم داخلين على طمع، هو دي اخرتها. خنتها وقفشتك وفضحتنا وخليت رقبتنا تحت ايديها. عاجبك كده؟ قومي يا بنتي لمي هدومك وسيبيله البيت، ده خاين ما يستاهلكيش. اخص عليك راجل ناقص. اخدت البت وردة مفتحة هنتها وبهدلتها، بقى هي دي الأمانة اللي اديناها لك أنا والحاج توفيق الله يرحمه. قولي لي يا شيرين يا حبيبتي، هي ايه الحكاية؟ بتتخانقوا على ايه بس كفالة الشر؟ وانتي مالك يا ولية؟ انتي سايبة بيتك وداخلة في وسطينا ليه؟ مالك ومالنا؟ ده انتي حشرية قوي، أعوذ بالله منك يا شيخة. بقى كده الحق عليا، واقفة مع بنتك وبعتبرها زي اختي الصغيرة. ما كانش العشم يا ست ام شيرين. خلاص يا ام شيرين، الله جرى ايه يا اختي؟ ما هو عادل زي ابنك برضه، غلط وندمان وطالب السماح، وكل البيوت ياما بيجرى فيها. المهم نتراضى يا حبيبتي، احنا ما يرضيناش زعل شيرين، واهو قال خلاص توبة غلطة ومش هتتكرر. ولا ايه يا عادل؟ ما تنطق يا عادل، كسفتنا وعرتنا. سامحيني يا شيرين، سامحيني يا ام شيرين، غلطة ومش هتتكرر، وانا هعمل اللي شيرين تقول عليه ويرضيها. المهم انها ما تسيبش بيتها. بص بقى يا عادل، اللي يرضيني انك تجيب اوضه للعيال وتغير لي الانتريه المخلع ده، وكمان تجيب شغاله تساعدني في البيت. ايه؟ منين يا شيرين؟ ما انت عارفة الحال ده كتير، حرام عليكي. شاهدين اهو، هو اللي مش عاوز يحل. اسمع يا عادل يا ابني، أنا راجل كبير وجاركم وعشرة قديمة مع أبوك من أيام جدك الله يرحمه، وكل البيوت ياما بيحصل فيها صحيح، لكن المهم إننا نحافظ على الأسرة والمودة والرحمة بيننا. خد مراتك طيب خاطرها، وإن كنت غلط بوس راسها واستسمحها ورضيها حتى لو الفلوس هتزنق معاك. وما تنساش إن أنت أخدتها من بيت أهلها عشان تكرمها، ده أنت بقيت ظهرها من بعد أبوها، ما يصحش إن أنت اللي تكسر خاطرها. بس الطلبات دي كتير يا حاج عوض، وحياتك انا ما اقدرش عليها. طب شوف اللي تقدر عليه وهاته دلوقتي، والباقي بعدين، خلي المركب تمشي. حاضر يا شيرين. طيب انا هجيب سريرين للعيال، وهجيب لك واحدة تساعدك في البيت مرة في الاسبوع، دي مقدرتي يا بنت الناس وربنا شاهد عليا. ماشي، بس على شرط تجيب لي من السراير المعدنية اللي بسمع اعلانها في الراديو دي، حتى شكلها ترند اهي، دي بقى اللي تعيش وما تصديش.
أيوة يا شيرين يا أختي، أيوة، سراير الأطفال المعدنية دي جميلة ومتينة مفيش زيها. عند أختي جابتها من كام سنة لعيالها، بسم الله ما شاء الله عليهم قرود. إنما إيه تشوفيها دلوقتي ولا صدت ولا تهانت ولا كأنها جديدة. أنا بسمعها في الإعلان، ميسيو أساسي عايش، مش كده؟ أيوة، وأنا كمان شفت الإعلان، ميسيو أساس يعيش. من عناية يا شيرين، هجيب لك السرار المعدنية. قولي لي يا شيرين، راضية كده يا بنتي؟ ها، سامحتيني؟ سامحيني بقى يا ام العيال يا أصيلة، وأنا تبت خلاص، غلطة أول وآخر مرة تحصل. خلاص يا عادل، المسامح كريم. أيوة كده، ربنا يهديكوا لبعض يا ولاد. إنما يا أختي قوليلي، هي الخناقة كانت على إيه من الأول؟ ها؟ شيلوها من قدامي الولية دي. ما خلاص يا أم شيرين بقى، المهم إنهم اتصالحوا. يلا بينا. متشكرين يا حاج عوض، متشكرين يا أم تامر، كلنا نرجع على بيوتنا. سلام يا ولاد، ربنا يهدي سركم. بقول لك يا شيرين، ما تعملي لنا كده كوبايتين شاي، وهجيب لك الحلو اللي بتحبيه من بره، ايه رايك؟ هو ده. ايوه، مين حضرتك؟ صباح الخير، مش دي شقة الحاجة سناء؟ لا أقصد أم تامر. لا، دي حضرتك الشقة اللي قصادنا. مش قلتلك يا زيزي دايما كده مستعجلة؟ قلتلك يا بنتي نكلمها ونتأكد أنهي شقة بدل ما أزعلنا الناس كلها. خلاص شكرا يا بنتي، اتفضلي. عن إذنكم. إيش والله وطلعلك معارف علوي يا أم تامر. يا ترى مين الستات دول؟ باين عليهم هوانم بالصحيح.